السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سريعة جدا ببواقي حاجات عندنا في التلاجة: طماطم مبشورة، فلفل كوبي، عندي بصل مبشور، جزر مبشور، وعندي هنا نقانق ممكن تستبدليها بأي نوع من اللحوم عندك او من غير. بس يعني لما بنحط معاها نوعين من اللحوم: صدوق، نقانق، عندك لحمة عصاج، عندك متعصجة، عندك لحمة مسلوقة وحطها في التلاجة، ممكن تعيدي تدويرها في اللي احنا في الاكله دي، بتبقى بتدي طعم حلو. بس اهم حاجه تكون الحاجه مستويه، لان الاكله دي ما بتاخدش وقت على النار. انا هنا شوحت النقانق في شويه سمنه عشان يعني تبقى مستويه معاكي في الحاجه، يبقى طعمها حلو. وبعد كده هنزل بالخضار اللي انا قلتلكوا عليه: الفلفل والبصل والطماطم والجزر، وهحط عليهم المكرونه. طبعا المكرونه المقدار اللي انت على قد وجبه اسرتك. هحط عليها ملح وفلفل اسود، ولو عندك بصل بودر وثوم بودر هيديها برضك تيست كويس. لو مش موجودين ده اختياري، انا عندي مش موجودين فما عملتهمش، بس كنت بعملهم قبل كده برضك بيدوا طعم حلو للوجبه. هحط برضك معلقه صلصه جاهزه، وهكون مجهزه ميه سخنه هنزل بيها على المقدار اللي انتوا شايفينه ده وقلبته. يا دوب الميه تغطي المكرونه، ما تبقاش اعلى منها بكتير علشان خاطر ما تتهرش معاكي. انا هنا الصلصه بدات المكرونه تشربها شويه، فحطيتها على اهدى نار عندي علشان تكمل سواها وتبقى كويسه، ما تبقاش مهريه لاخر وقت مع السوا. هي كده قربت تستوي، هنسيبها كمان 5 دقايق كده ونرجع نبص عليها تاني. انا بدأت اقلبها عشان اتأكد ان مفيش حاجة لازقة في الحلة من تحت، مع ان الحلل دي يعني كويسة ما بيلزقش فيها الاكل زي الحلل التانية. هنا خلاص كده يعني على وشك اللي هي خلاص تشرب ميتها. سبتها 5 دقايق ورجعت لها زي ما انتوا شايفين كده. المكرونة شربت المية وبقت كل مكروناية كده مش ملزقة في بعض ولا حاجة ولا معجنة. فعطت يعني طعم حلو قوي. السوسيس عطى طعم حلو قوي للمكرونه. جربوها بيه او باي نوع زي ما انا قلت لكم، مش مغصوبين لنفس النوع. يا رب اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم.